يا مساء الهنا عليكم جميعا. بصوا بقى، احنا هنعمل الميك اب لوك ده، ينفع نخليه ميك اب لوك عادي، وهنعمل فيه تركايه كده. ممكن كمان نخليه سواريه. هستخدم الاي كونتور ده من انفينيتي ده. ما هو اي كونتور طبي. انا عامله لكم مقارنه بينه وبين التو اي كونتور التانيين. انا بستخدمه عشان اكنسل بيه الهالات، لان هو لونه اغمق من بشرتي درجه او درجتين يمكن. فانا بستخدمه علشان خاطر اضيع بيه الهالات، لان الهالات اللي موجوده برضو مش غامقه قوي، ولو في اثار حبوب او حاجه برضو بحطه عليها. هو ميزته ان هو طبي، فما بيضايقنيش خالص. وهستخدم الفاونديشن ده من باور ستاي ده. طبعا من البراندات المشهورة قوي في ايفون. وهحط معاه الهايلايتر ده. انا بستخدمه هايلايتر واي شادو في نفس الوقت، هحطه يعمل ميكس كده عشان يبقى الميك اب جلوي. هي نقطة واحدة بس عشان ما نكترش منه، لان احنا لو عايزينه مات خالص مش هنحط فيه الهايلايتر ده، نستخدمه بس كاي شادو او بيز للاي شادو. انا بحاول اعمله بلند كده بايدي الاول، بحس ان ده بيفرده كويس قوي. وبعد كده هستخدم البيوتي بلندر. الفاونديشن ده من ايفون على فكرة، من الحاجات الدراج ستور اللي ممكن تستخدموها. الفينش بتاعه هايل على البشرة، مات تماما، ما فيهوش اي لمعة خالص. طبعا ده مناسب جدا جدا للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، ما بيخليش البشرة اويلي اطلاقا. انا كمان حاطة معاه الهايلايتر ده بس عشان يديله جلو، لان هو مات جدا. تقدري تستعتمدي عليه لو انتي في مناسبة. لو طبعا بقى البشرة بتعرق، لو في مية مش هيسيح اطلاقا، مش هيتعتع من مكانه حرفيا. وفي نفس الوقت ما تحسيش انك حاطة حاجة على البشرة. ده السيروم فاونديشن، بس انا جايبة منه الدرجة الاغمق من بشرتي بس علشان خاطر اعمل هنت كده مكان الكونتور. وبعد كده هثبت برضو بالكونتور الباودر. كل البرودكت اللي بستخدمها في الفيديو ده كلها منتجات دراج ستور، سعرها اقل من طبعا في منهم حاجات 250 وفي حاجات منهم اقل من ال 250. انا كنت جايباها في اوفرز. طبعا سعر الشركة بيبقى اقل بكتير من سعر الكتالوج، فبالنسبة لي هما زيهم، الفينش بتاعهم زي براندات عالمية واحسن كمان. ده الكونتور التاني اللي انا بستخدمه من اوريفلام، ده كونتور برونزر كونتور في نفس الوقت. بستخدمه كده عشان اثبت فوق الهنت اللي انا عملته. طبعا احنا بنعمل ده لو احنا عندنا مناسبة او محتاجة الميك اب يبقى ثابت معاكي طول اليوم. طبعا احنا بنحدد بيه كمان عظم الفك. وهنا هستخدم الكونسيلر بتاع برضو باور ستاي. باور ستاي من الماركات المشهورة جدا انها بتفضل ثابتة طول اليوم 16 ساعة، وفي كمان 18 ساعة ثبات. وكمان احطه تحت العين كده عشان يدي تنوير. احنا اتفقنا ان احنا كنسلنا الهالات خلاص بانفينيتي. واحطه كمان عند السمايل لاينز في منطقة حوالين الفم. ده هو بوريكم ان هو باور ستاي. الشيد بتاعي منه هو بورسلين، افتح درجة. هنا هستخدم البلاشر بتاعة نايت سينما. احط نقطتين بس لان هي ثباتها برضو خيالي يعني، والبيجمنتيشن بتاعتها عالية جدا. هبتدي ادمج كله مع بعضه. هدمج من الناحية التانية بالبيوتي بلندر. هبتدي ادمج الكونسيلر الفاتح يعني. بس انا عشان خاطر لو في اي حاجة محتاجة اخفها بستنى الاول ادمج الغامق وبعدين ندمج الفاتح اللي هو الكونسيلر. بصوا هو بعد ما اندمج التلاتة مع بعض عاملين ازاي، والبلاشر شكلها تحفة قوي على البشرة، شكلها ناتشورال جدا. طبعا منطقة تحت العين الاول بدمجها برضو بايدي. بحس ان انا لما بدمج الحاجة بايدي بتثبت اكتر وبتدخل في المسام، ما بيبقاش شكلها بارز او شكلها باين قوي. بستخدم البيوتي بلندر بتاعت المنطقة بتاعت تحت العين. على فكرة انا مسرعة الفيديو ما بعملش بسرعة كده، لان تحت العين بيحتاج تدمجيه بالراحة شوية. المنطقة دي حساسة جدا عشان تتأكدي تماما ان مفيش اي خطوط او في اي حاجة تحت العين وفوق العين. بعد كده بقى هعمل كونتور الانف. هبتدي اعمله بلندنج، خطوات سهلة وبسيطة خالص. هنا بقى بدمج الكونسيلر كده بايدي. هنبتدي نحدد الشفايف بحيث تبان اكبر سنة، فبناخد من على اللاين بتاع الشفة من تحت مثلا وزيها من فوق، بس حاجة بسيطة قوي على اللاين نفسه من بره، علشان بس نديها فوليوم شوية من غير استخدام فيلر او اي حاجة. باي ليب لاينر عندك
تقدري ترسمي الشفايف بس تعملي لها باوندري كده من بره، حدود كده من بره، علشان تعرفي تعملي لها فيلنج باي ليبستيك عندك. ممكن كمان نحدد كده حاجه بسيطه من جوه، هو لون الشفايف تقريبا. هنا هنبتدي برضو، انا بس بملى الفراغات بتاعه الحاجب نفسه، بملى الفراغات، مش هرسمه قوي. انا ما بحبش الشكل اللي هو مرسوم قوي، انا بملى فراغات بس. لكن انت حرة بقى في رسمة الحاجب نفسها، انا بحبه كده، بحس ان الشكل بيبقى طبيعي اكتر. هنا بقى هنستخدم الكحل ده من جليمر ستيك، ده برضو لاين موجود في ايفون، ودي اللوز باودر بتاعت مارك. بصوا شكل العين دي لما حطينا اللوز باودر وشكل العين التانية، علشان خاطر واحنا شغالين بس اي حاجة هتعمل فول اوت نعرف نتفاداها واحنا حاطين اللوز باودر. وهنثبت البشرة كمان عشان لو وقعت برضو عليها حاجة، وعشان نضمن ان كل حاجة اندمجت مكانها. هنرسم بس لاين كده ونبتدي نشتغل عليه. ده لاين من عند الطرف الرموش من الاخر خالص مع كسرة العين، علشان نعرف بعد كده نسحبه ونشتغل عليه. اللون هيبان في اخر الفيديو، هو اللون كده مش باين بس عشان الزوم. بصوا انا بحاول بس ارسم على طرف الرموش كده، وبعدين يعني هقفل الكاميرا، هيبقى اوف كاميرا، وهشتغل املى اللي انا رسمته سواء هنا او هنا، عشان اعرف اتحكم في العين اكتر. هو داخل فيه جليتر كده، ينفع تستخدموه لوحده وينفع تستخدموه تتقلوا منه بقى لو انتوا عايزين، لان الجليتر اللي فيه هايل. بصوا بعد ما رسمته على اللاين بتاع الرموش كامل. وده بقى قلت من تحت كده هحاول استخدم القلم ده من سيبال، ده لون افتح شوية، عامل زي البيبي بلو كده. بصوا انا بحاول اوريكم شكله من جوه ايه. وبعدين قلت لا انا هتقل بالاخضر علشان يبقى لايق شوية مع الاوتفيت، وبعدين يعملوا ماتشنج مع بعض. برسم على خط الرموش وتحت الرموش شوية، والعين التانية برضو نفس الحكاية. انا ببص في المراية علشان خاطر اعرف اظبط اللون، واظبط ده زي ده، العين دي زي العين دي، بس برضو لازم اخرج اوف كاميرا عشان اظبطهم عدل. بصوا شكل الازرق مع الاخضر عامل ازاي، الزوم والله ظالم اللون. هنا بقى استخدمت البلاشر الباودر عشان اثبت. خلاص احنا الحمد لله ما عملناش فول اوت ولا بوظنا حاجه فوق. هبتدي بقى ارسم فوق اللون بتاع الازرق اللي احنا عملناه، اللي هو لون الكحل ده، خط حوالين الازرق نفسه، واسيب الخط من فوق كده. الرسمه دي ترندي جدا، اللي هي السبعه المفتوحه دي عند بدايه كسره العين. لو في اي حاجه باظت مننا بناخد القطن بتاع التنظيف ونحط عليه كونسيلر وننضف كده اي حاجه، اي زيادات وقعت مننا، اي حاجه بوظناها، ممكن نعمل التريك دي، ناخد كونسيلر كده. خلاص بقى نضفنا خالص الحاجات اللي احنا عملناها. وهنا هبتدي استخدم نفس الهايلايتر اللي انا حطيته على الفاونديشن، واحطه فوق الازرق، الكحل الازرق اللي احنا استخدمناه من جليمر ستيك. نمشي على الحدود نفسها. انا استخدمت الفرشة دي علشان خاطر ما اطلعش بره خالص، عشان بس اخليهم بلندنج قوي مع بعض، الاتنين مندمجين تماما مع بعض. وهعمل في العين التانية نفس الحكاية. بعدين بقى خلاص احنا كده هنقلبه سواريه. ناخد عشان خاطر نملى الحتة اللي هي فوق الجفن المتحرك ده لحد الخط بتاع الكات كريس، هنملاها كلها. طبعا شايفين هي مدية ضي، ممكن الزوم بتاع الكاميرا مش مبين قوي، بس هي مدية ضي ازرق. انتوا مش متخيلين عن قرب قد ايه جلوي، بس في نفس الوقت شكله مش اللي هو جليتر بيلمع شكله وحش، لا شكله جلوي قوي. يعني وانتي واقفه قريب للكاميرا هيبان دلوقتي بعد ما اخلص. شكله بيبقى حلو قوي، بيدي ضي حلو جدا، مدي شيد كده للعين، شكله جميل قوي، خاصه كمان مع الكحل الازرق اللي هو فيه جليتر. ده لاين جديد موجود في ايفون اسمه جليمر ستيك.
وهنا بقى هبتدي امشي على الكات كريس من فوق بنفس البرونزر اللي احنا استخدمناه، بحيث يبقى برضو ماشي مع الاوتفيت وفي نفس الوقت كاسر الجليتر اللي احنا حطيناه. وده طبعا الليبستيك اللي انا كنت عملت لكم عنه ريل قبل كده، ثباته عالمي صراحه. ده الشكل عن قرب. انا بحاول اوريكم منطقه الكات كريس اللي احنا عملناها من فوق بالبرونزر، نفس البرونزر اللي احنا استخدمناه على الوش، حطيناه من فوق في الكات كريس عشان يكسر اللون ويدي الشيد ده. ودي الماسكارا بتاعت مارك، وده الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم. باي باي.